بيبدأ فيلمنا بواحد هربان من الشرطة وبيسيب عربيته ويطلع على مبنى مهجور، وبتطلع وراه الشرطة وبيلاقي جهاز تحت علامة اكس، فبياخده وبيحاول يشرح للشرطة ان في 5 اشخاص هيموتوا. المحقق بيدي امر للجنود انهم يضربوا عليه نار لو ما سلمش نفسه. الشرطة بتقتله وفي نفس الوقت حد تنازلي بيشتغل في مكان تاني. المكان فيه 5 اشخاص مش عارفين هما فين ولا بيعملوا ايه هنا. في صوت بيقول لهم هنلعب لعبة واللي مش هيلتزم بالقواعد هيموت. واول مرحلة بدأت وثمن ان انت تعدي منها هو الدم. مش مهم هو دم قد ايه، المهم دم وخلاص. السلاسل بتبدأ تسحبهم ناحية مناشير، وواحدة منهم بتحل اللغز وبتروح تجرح نفسها فبيتفتح لها باب من الجدران. الكل بيعمل زيها ما عدا واحد كان نايم ولسه صاحي. البنت حاولت تفهمه ولكنه ما كانش مركز فمات. بعدها الناس بتلاقي جثة متعلقة بشجرة ولكنهم ما بيبقوش فاهمين ايه اللي بيحصل، والشرطة بتيجي علشان تفحص الجثة. نرجع تاني للأربعة اللي عدوا للمرحلة الثانية. السلاسل بتبدأ تسحبهم وصوت بيقول لهم ان هم لازم يعترفوا بافعالهم الشريرة علشان يعدوا. واحد منهم بيكذب فبيصعب عليهم الموضوع اكتر والسلاسل بتتحول لفوق. بعدها بينزل لهم 3 حقن، واحدة فيها مصل وواحدة فيها سم وواحدة ما بتعملش اي حاجة. وفي صوت بيقول لهم كان في حرامي بينكم وكان بيسرق الشنط وما بيفكرش في المعاناة بتاعت الناس اللي بيسرقهم. بيقول لهم انا حقنت المجرم ده بسم قاتل، احقنوه بالحقنة اللي فيها المصل والسلاسل هتتفتح لوحدها. بيدوروا على اي علامة تبين مين اللي اتحقن ولكنهم عرفوا هو مين. السلاسل بتبدأ تسحبهم تاني ناحية فوق. البنت الحرامية ما بترضاش تختار لانها خايفة تختار غلط فتموت، فبيقوم الراجل ده وبيحقنها بال3 حقن عشان تتفك السلاسل. الشرطة عرفت هوية الشخص المقتول وبتلاقي معاه تسجيل صوتي، والتسجيل ده بيقول فاضل 4 غيره. التسجيل بيكون بصوت واحد اسمه جون كريمر، وده مجرم كان بيحب يعذب الناس ولكنه مات من 10 سنين. نرجع لل3 اللي عدوا للمرحلة الثالثة. اللي بيلاقوا باب فبيفتحوه بينقلهم لمكان تاني. واحد منهم بيلاقي باب فبيروح علشان يفتحه ولكنه بيقع في فخ قاتل بتلف حوالين رجله مجموعة أسلاك. في الناحية التانية بيلاقوا تسجيل فواحد منهم بيروح علشان يجيبه، وبيدوروا في باقي المكان لحد ما بيلاقوا أوضة بيدخلوها وبيلاقوا فيها رموز، فالشاب بيحمل البنت علشان تجيبه. لما بتجيبه الباب بيتقفل وبيظهر قدامهم على الشاشة شخص بيتكلم لهم علشان يطلعوا من هنا لازم ريان، وهو ده الشخص اللي الأسلاك لفت حوالين رجله، لازم يسحب الدراع، وده املهم الوحيد في الخروج من هنا. وبيبدأ ينزل عليهم رمل من السقف. نرجع للمحققين اللي بيحققوا في الجريمة، واللي كل واحد منهم بيتخانق مع التاني وبيتهمه بالخيانة لان هو اللي مدور الحوار كله من وراهم. ده المساعدة بتاع المحقق ده واللي اسمه جولان بيكتشف ان العلامة اللي موجودة على الجثة هي نفس العلامة اللي كان بيحطها السفاح جون كريمر على الجثث بتاعته. نرجع للاتنين اللي محبوسين في الأوضة، والرمل اللي بينزل من السقف عليهم وقف، بدأ ينزل عليهم أسلحة حادة. ريان قدر يسحب الدراع، حرر والباب يتفتح. نرجع تاني للمحققين، ولوجن بيقول للمساعدة بتاعته الشرطة بدأت تشك فيها وان هي اللي ورا كل اللي بيحصل، لانها مؤخرا كانت بتدخل على موقع معجبين جون كريمر لكنها بتاخده وتوديه على مكان مجمعه فيه كل العاب جون كريمر اللي كان بيقتل بيها الناس. لكن محقق من المحققين كان مراقبهم وقدر يصور. رجع للمحقق اللي ظهر في اول الفيلم واللي اسمه هيلران، واللي بيكتشف ان الجثه اللي اتقتلت في اول الفيلم اختفت. المحقق اللي صور جولان والمساعده بتاعته جه لهيلران وقال له على اللي حصل. بعدها بيقرروا يروحوا علشان يفتشوا المكان اللي هما كانوا فيه. يفتشوا المكان وبيلاقوا باب سري فبيفتحوه وبيلاقوا جثه نزلت من السقف. وقتها المحققين والشرطة بيعرفوا ان جولين والمساعدة بتاعته ليهم ايد في الموضوع. وقتها محقق منهم بيروح علشان يقبض على لوجن، ولكن لوجن بيقول له ان هوليران هو اللي ورا الموضوع كله. بيقول له لما انتوا كنتوا بتصوبوا على الشاب اللي هو ظهر في اول الفيلم لوكو صوبتوا على ايده ما عدا هو اللي صوب على قلبه. ده معناه ان الراجل ده كان عارف حاجة وهوليران مش عايز حد يعرفها. بيروحوا تاني للجثة وبيطلعوا الرصاصة وبيكتشفوا ان هي نفس الرصاص اللي بيستخدمه هوليران. هنا بيروح المحقق ده علشان يقبض على هوليران لكنه بيكون مشي. نرجع لل3 اللي هم لسه في اللعب اللي انتقلوا لمستوى تاني. صوت بيطلع وبيقول لهم في واحد فيهم باع دراجة نارية لواحد من غير ما يقول له ان هي من غير فرامل، وده السبب في ان الشخص ده يموت. الفكرة بقى ان هو جاب نفس نوع الدراجة النارية زي اللي هو باعها للشخص ده، وهما لازم يوقفوا الدراجة النارية دي قبل ما الشاب اللي معاهم يموت، ولكن هما بيعرفوش يوقفوها فبيموت فعلا. رجع للوجن والمساعدة بتاعته اللي لقوا مكان اللعبة وبيروحوا علشان ينقذوا الناس اللي فاضلة، لكن هوليران بيكون مراقبهم. رجع تاني للعبة وبيكون الشخص الثالث مات وما بيتبقاش غير ريان والبنت اللي معاه. بيظهر وقتها جون كريمر وبيقول لريان انه قتل اعز اصدقائه في حادث سيارة. بيقول للشرطة ان الغلط كان من صديقه مش منه هو. بعدها جون كريمر بيقول للبنت ان هي قتلت ابنها بسبب انها زهقت من الصداع بتاعه، عشان تنفي الجريمة عنها حطته تحت جوزها وهو نايم عشان يبان ان هو اتقلب عليه وموته وهو نايم. رجع للوجن والمساعدة بتاعته اللي راحوا المزرعة كانت بتاع جون كريمر. بيدخلوا المزرعة ولكن هوليران كان وراهم. نفس الوقت اللي المحقق الثالث كان قالب على هوليران الدنيا ومش لاقيه. لما بيفتشوا في شقة هوليران بيلاقوا العلامات اللي كانت موجودة على الجثث. لوجن والمساعدة بتاعته بيلاقوا في المزرعة دي كل الأدوات اللي كانت الجثث بتتقتل بيها. بعدها هوليران بيلاقيهم بيبدأ هو ولوجن يطاردوا بعض لحد ما حد بيظهر وبيخدرهم الاتنين.
رجع لريان والبنت. جون كريمر بيسيب بندقية فيها رصاصة واحدة ويقول لهم ان المفتاح ان هم يعملوا كل حاجة بالعكس. البنت بتستغل اصابة ريان وبتروح علشان تاخد البندقية، ولما حاولت علشان تضرب الرصاصة طلعت من ورا، وده كان المقصود بانهم يعملوا كل حاجة بالعكس. المفتاح بيطلع من البندقية دي وريان بيفتح بيه القفل ويمشي. نرجع للوجن وهوليرا اللي صحوا ولقوا نفسهم في مكان وكل واحد حوالين رقبته طوق. بيظهر صوت جون كريمر وبيقول لهم اللعبة انهم يعترفوا بافعالهم الشريرة، اللي هيكذب منهم هيطلع عليه ليزر ويقتله. اللعبة هتبدأ بعد 60 ثانية او اي حد يتبرع ويبدأها. هوليرا بيستندل وبيضغط على الزرار بتاع لوجن. لوجن بيعترف انه بدل التحاليل بتاع جون كريمر وان هو سبب في انه ما يكتشفش ان عنده سرطان الا في وقت متاخر، لكن الليزر بيطلع عليه وبيموته. ايه الدور على هوليران واللي بيعترف كان بيقبض على المجرمين ويطلعهم تاني علشان يعملوا جرائم تانية علشان يتشهر وكده، وكان بيحط مكانهم ناس ابرياء. يفضل يقول انا قتلت ابرياء انا قتلت ابرياء. بيلاحظ هوليران ان السقف فوقه اتحرق، ولكن السقف فوق لوجن ما اتحرقش. بعدها لوجن بيقوم وبيطلع ان كل ده فخ الهوليران وانه كان بيسجل له، وانه لوجن اصلا شغال مع جون كريمر. بيشغل الليزر علشان يقتل هوليران وبعدها بينتهي الفيلم. متنساش تعمل اشتراك للقناة علشان تشوف باقي فيديوهاتنا اللي جاية.